السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي المتقاعدين الأوفياء، يا أوفياء الوطن. قبل ما نبدي الفيديو صلوا على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. ومرحبا بكم في فيديو جديد موجه لكم أنتم الناس اللي يعطوا أعمارهم وعرقهم في خدمة هذا البلد. واليوم جبت لكم موضوع مهم بزاف ليكم، وإن شاء الله يعجبكم. وبزاف الناس راهي تستنى فيه الزيادات، التتميم السنوي والزيادات الاستثنائية والمنح الجزافية ومنحة الأمراض الخاصة، يعني الأمراض المزمنة، وزيد أخبار عن الفئات الخاصة كما أرامل، كما أبناء الشهداء، كما المجاهدين، وحتى ملفات حساسة كما جنود الاستبقاء وضحايا العشرية السوداء. تابع معايا هذا الفيديو للأخير بتعرفوا واش راه صاري، واش راه كاين، واش أهم حاجة في هذا الفيديو. وأول نقطة لازم نأكدها، في شهر أكتوبر راهي كاينة زيادات رسمية في المعاشات، وهذه ماشي كلام فارغ ولا إشاعات، بل قرارات خرج من الحكومة وتمت المصادقة عليها. الزيادات هاي تشمل التتميم السنوي يتعاود كل عام، لكن هذه المرة راهم مزجوه ولا دمجوه مع الزيادات الاستثنائية، وجاية مباشرة بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أنا على بالي بلي عبد المجيد تبون قال لكم الزيادات في 2026، لكن ما هضرش على الزيادات 2025 بكثرة، يعني ما هضرش على التتميم السنوي اللي حق كل متقاعد، وهذا راه حقك ولازم تديه. بصح الحكومة قررت أنها دير التتميم السنوي تاعك وزيد معها زيادة استثنائية لمواجهة موكب الغلاء اللي راه صاري في هذه البلاد. وإحنا بضوينا أنا وصلنا هاد النقطة، وصلنا هاد التفاصيل باه نعطيكم واش راه كاين في الحكومة، واش صرح به الرئيس المدير الجديد لمنظمة المتقاعدين، والنسب كيف راح تكون. التقارير تقول بلي التتميم السنوي راهو بين 5 حتى 10% حسب الشرائح، بصح الجديد هو الزيادة الاستثنائية اللي راهي تتراوح بين 3 و7% إضافية. يعني المتقاعد يقدر يستفاد من مجموع زيادات توصل حتى 15% في بعض الحالات. أما بالنسبة للمنح الجزافية، الحكومة راجع حسابات باش تضيف منحة جزافية للفئات اللي معاشاتهم ضعيفة بزاف، خاصة اللي معاشهم أقل من 20 ألف دينار جزائري، اللي هو 2 ملايين سنتيم. أما الوعود اللي وعد بها رئيس الجمهورية تاع 2026 هي أكثر من مناسبة، بلي في 2026 رايحين تكون زيادات أقوى، وهذه تدخل في إطار إصلاح شامل لمنظومة التقاعد. سمحوا لي. والتوقعات تقول بلي ممكن نشوف زيادات إضافية تراوح بين 10 حتى 20% مقسمة على دفعات حسب المداخيل وميزانية الدولة. أما بخصوص تصريحات المدير الجديد للمنظمة الوطنية للمتقاعدين، المدير صرح وقال بالحرف: الملفات اللي كانت معلقة لازم تتساوى، وحقوق المتقاعدين لازم توصلهم، ولا بلا بيروقراطية عفوا. وذكر بالتحديد زيادة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، ومنحة قادرة توصل حتى 700 ألف سنتيم، 7 ملايين سنتيم كدعم استثنائي، وفتح ملف جنود الاستبقاء والعشية السوداء لتسوية بشكل نهائي، واعتراف الدولة بتضحيات الضحايا وبالمعاناة تاعهم، ودعم خاص لفئة الأرامل وأبناء الشهداء والمجاهدين بمنح إضافية باش يعوضوا شوية من التضحيات الكبيرة اللي قدموها. أما ثالث نقطة واللي هو التتميم السنوي، هذا آلي وطبق كل عام في ماي، لكن تأخر. أما الزيادات الاستثنائية هاي تجي فوق التتميم بقرارات رئاسية كما اللي صارت في 2022 و 2023. والمنح الجزافية هذه مساعدة إضافية مالية تتغطى لبعض الفئات الضعيفة باش يعاونوه. يعني في أكتوبر الناس تستفاد من التتميم زائد الزيادة الاستثنائية، وبعض الفئات تستفاد من المنح الجزافية والإضافية. بنزيد نوضح: المتقاعد يدي 30 ألف دينار بعد التثمين، والزيادة يقدر يوصل حتى 34 أو 35 ألف دينار، واللي يدي 15 ألف يقدر يوصل حتى 18 أو 19 ألف دينار مع المنح الخاصة.